انت معاك بادجت دلوقتي يساعدك انك تجيب 4 لعيبه من الاهلي او الزمالك او بيراميدز، هتجيب مين؟ ولا لعيب منهم. ليه؟ لو معاك الامكانيات اللي تسمح لك لو بكده. معايا كنت مش هجيب ولا لعيب منهم. ليه؟ تاني، ها. لعيب الكوره جواه كده حاجتين: اه. استثماراته وفلوسه، والجماهير ماشي، اللي حلو حلو. بيخبط فيها. بس تمام. لو انا موضوع لما اجي اخد جماهير، ما هو انا رمضان ساب الاهلي وجمهور الاهلي وراح بيراميدز، مفيش جماهير. فانا عشان كده بسالك، انت لو معاك ما في هو انبي امكانيات تجيب لعيبه من الاهلي والزمالك وبيراميدز، هتجيب مين مثلا؟ انت فاهم ولا قصدي؟ لعيب. برضو. ايوه، ها. ابقى ظلمت وظلمت نفسي. ازاي؟ ما هو انت دلوقتي هتجيبه، اه. هو جاهز جاي من عندي من الاهلي. ماشي. سيبك البادجت انا عملته. اه. هو بيلعب في نادي التارجت بتاعه ايه؟ بطوله. وافريقيا ومش عارف ايه. اه. انا بقى هاخده، عايز بقى ايه الا اذا كان لعيب صغير. اوكي. لا، لعيب صغير اخده. امم لو لعيب صغير تاخده مواليد 2003 طبعا اخده. عشان تستثمر فيه. لا، امال؟ عشان هيشوف عندي اللي ما شافوش عندهم من ايه؟ من اللعب. اوكي. يعني انا لعيب في الاهلي، لعيب في الزمالك، لعيب في بيراميدز، امم 2003 2004، امم بوتنشال وحاجه جامده، اخده طبعا على طول. اوكي. وهو هينبسط عندي. اه. ليه عشان هينبسط؟ هيلعب. طبعا، ما هو اللعيب عايز، ما هو اللعيب انبساطه في لعبه. اه اكيد. فاللي هو ما عرفش يلاقيه في الاهلي ولا الزمالك ولا بيراميدز، اه. هيلاقيه في امبي، امم وهيتطور في امبي، امم فيبتدي يشتغل مع المنظومه اللي عندي. فاهم قصدي؟ فاهم فاهم. انما لعيبه يجيب لعيب عنده 28 سنه 27 سنه يجي يعمل ايه؟ امم طيب، عايز اسالك في جزئيه مهمه جدا، وهي ليها علاقه بعلاقه الاستاذ ايمن الشريعي. ايمن الشريعي على طول، بس بلاش استاذ دي انا عشان ما معلش لازم بحبهاش. برضه. انا ما بقول لك، انا بقول لك ما بحبهاش يعني. ايمن الشريعي. علاقتك بمدربين اللي مسكوا امبي، اه، دايما في مشاكل. يعني وهتفضل مثلا مشاكل على طول. وهتفضل. على طول لازم. انت وش كده ايه ده؟ وش كده. طبعا. يعني مثلا في مشكله شهيره مع الكابتن حلمي طولان. يا ايه والله، مشكلتك مع الكابتن حلمي طولان؟ والله ما كان في مشكله مع كابتن حلمي على قد ما فكره. كابتن حلمي طبعا ليه كل تقدير واحترام، اكيد. بس المشكله ان كابتن حلمي انا جيت عليه الاداره اللي كانت قبلي، او ادارات ام بي في العموم عامه، اه. ناس افاضل واحسن مني بكتير. ماشي. بس هم كانوا الناس كابتن حلمي كان بيعمل كل حاجه، اه. كان مسؤول عن كل حاجه. طب ايه كان المشكله؟ بيختار اتوبيس الفريق، كان بيختار طب ما اللبس. الراجل بيركز في تفاصيل صغيره، ايه ده المشكله؟ دي مش تفاصيل، امال ايه؟ دي مش شغلته. مش شغلته؟ لا طبعا. شغلته الملعب بس. ايوه يا فندم. امم بص، بيهتم بالتفاصيل، اهتم بتفاصيل الملعب، اه. ما تهتمش بالتفاصيل دي. يعني ازاي كان بيهتم بالاتوبيس؟ يعني عايز ايه؟ مش فاهم. يعني لا، انا عايز اتوبيس مثلا مرسيدس كذا علشان ينقل اللعيبه عشان الشكل. اه. تمام. اه. الشكل انا اولى بيه، اوكي. انا ام بي. امم فاهم قصدي؟ امم خلي بالك، مش وحش وحاجه جميله. امم يعني مش ده مش معناه انه غلط، ما انا فاهم. صح، بس مش معايا. اوكي. انا ليا سيستم معين. هو ده خلاف بس يعني؟ لا لا، انا بديك يعني مثلا يعني. آه، يعني مثلا ايه، انا عندي مشكله في قصه اختيار اللعيبه. اه. انا ما عنديش مشكله ان انت تختار لعيب، امم هاته. وما عنديش مشكله ان انت بعد ما تجيبه كمان تلاقيه وحش. ماشي. كويس. حلو. بس لازم تتعامل مع الفكره دي بطريقه منضبطه. اه. يعني ايه؟ جبته لقيته وحش، بلاش وحش عشان نقول الكلام، لقيت ان فكرتك الفنيه ما جاتش معاه. اه. اللي هو الزاويه وهو بيرفع، اللي هو حاجات انا مش فاهمها، عشان ماشي. بس ندي الناس اوكي حقها، انا مش اوكي فاهم. اوكي. يعني ممكن يكون ايه ده، اصل الجناح انا كنت عايزه يطلع تمام، ما مشيش معاك، امم ما ادكش اللي انت عايزه كله. ما ينفعش تبقى انت جايبه لي انا واخده ب 6 مليون وتروح نقول خلاص خلاص مش عايزه طلعوه ب 2 مليون. لا، اه. طلعوه اعاره، اوكي. ان شاء الله ببلاش، ده اللي كان بيحصل بقى من عشان لما الكابتن حلمي. حضرتك تمشي ويجي مدير فني تاني نرجع نجيبه، ممكن الحته بقى اللي هي الرفعيه دي هو يظبطها او مفهوم. ينبسط بيها. امم يعني المسافه دي تنبسط مفهوم بيها. مفهوم. مش هينفع انا اخسر.